الست اللي كانت مكوشة على كل حاجة ابنها اللي عنده 3 شهور يموت، وتخلي الولد اللي عنده مرض مزمن هو الامبراطور دلوقتي. ومن ناحية الدين المسيحي، كان المسيحيين بيهربوا من روما عشان رافضين تأليه تريان وعبادته، ورابل التاني ملك الأنباط يموت ويتحرك تريان على طول، وحاكم سوريا أولوس، وتتحرك الجيوش الرومانية كلهم لمين؟ للبطراء وبصرة والشام. ومن غير أي مقاومة في 22 مارس قرر روما إلغاء مملكة الأنباط وتحول أراضيها اللي هي جنوب الأردن وحوران في سوريا وسينا وشمال غرب السعودية لولاية رومانية اسمها المقاطعة الرومانية العربية، وعاصمتها بصرة الشام. ويبدأ بقى بنى الكباري والطرق وطريق فيانوفا تريان، وده طريق مرصوف بطول مئات الكيلومترات وربط ما بين جنوب الأردن ودمشق عشان حماية قوافل التوابل والحرير اللي جاية من الهند والجزيرة العربية. وحرب روما ما عادش مكملة، ويحاصر تريان بنفسه العاصمة ويدمر كل أنابيب المية جزء من المدينة، ويستسلم الشعب وينتحر الملك. وبعد ما انتحر الجنود يجوا وراه عشان يقطعوا راسه ويوديها لروما، ويلاقوا مخزن دهب سري للملك فيه 165 ألف كيلو دهب و331 كيلو جرام فضة. وده خلى الذهب يرخص ويعزز الاقتصاد، وتتأسس في 11 أغسطس مقاطعة داشيا الرومانية، وتاني روما ليها ناس عشان يعيشوا فيها. ده اللي خلى في الآخر أصلا المنطقة دي كلها تبقى اسمها رومانيا دلوقتي. ولما رجع طريان روما عمل الاحتفال لمدة 123 يوم، ويشارك في الاحتفالات 10,000 مصارع، ويتقتل في الاحتفالات دي 11,000 حيوان. وبس كده، سلام.